الدوري وعوده النشاط. ومعانا كابتن ايمن المزين المدير الفني لنادي طنطا على التليفون. كابتن ازي حضرتك؟ مساء الخير يا كابتن تامر. مساء الخير يا كابتن، يا رب حضرتك تكون بخير. ربنا يخليك. اهلا بسيادتك يا فندم، اهلا وسهلا. ربنا يخليك حضرتك احنا بنتكلم على عوده الدوري. تمام. احنا بس بنشوف، عايزين نسال حضرتك بس اخر استعدادات فريق طنطا للدوري. بص والله طبعا احنا كنا عملنا مسحتين، المسحه الاولى طلع فيها 5 حالات ايجابيه، والمسحه الثانيه طلع فيها حالتين ايجابيتين. فطبعا كنا المفروض ان احنا في الفتره دي هنبدا فتره الاعداد، فاخرنا شويه. ان شاء الله هنبدا يوم الاثنين باذن الله. احنا متابعين مع اللعيبه الحاله الصحيه بتاعتهم، والحمد لله هم في تحسن كبير وكويسين دلوقتي، خاصه ان هم ما كانش عندهم اعراض يعني. تمام. فان شاء الله احنا هنبدا التدريبات يوم الاثنين ان شاء الله في ملعب استاد طنطا. تمام يا فندم. باذن الله المجموعه اللي هي المصابه هتعمل لها مسحه ان شاء الله على يوم الثلاث، نشوف الحاله اللي وصلوا لها. لو الحالات سلبيه ان شاء الله يدخلوا معانا التدريبات، لو الحاله ايجابيه هيكملوا الكورس العلاجي ان شاء الله. تمام يا فندم، تمام. انا بس بسال حضرتك على ايه راي حضرتك في عوده الدوري مره اخرى. انت شايف ان احنا نرجع للدوري تاني ولا القصه لا؟ بص يا كابتن تامر، عشان احنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير جدا يعني، طبعا ما حدش بيسمع يعني. هو الموضوع هترجع. تمام. بعيد ان احنا لينا راي ملناش راي. الموضوع صعب جدا عشان نكون واضحين، الموضوع صعب يعني. النهارده احنا بنعمل مسحه، اللعيبه بتروح بيوتها، بنرجع تاني للتدريبات. طب انت ايه اللي وفرته حمايه النهارده بعد المسحه اللي عملتها للعيبه؟ طب ما اللعيبه جت وروحت واختلطت وقابلت ناس كتير، وهترجع تاني ممكن تاني العدوى لحد من زمايلهم اللي موجودين في الفرقه، خاصه ان احنا عندنا لعيبه كتير مغتربه، مش موجودين، مش متعايشين في طنطا او مش عايشين من طنطا في طنطا نفسها. تمام. لا. فطبعا النهارده بيتواجد عدد كتير في الفندق، العدد قليل هو اللي بيطلع ويرجع، وده ممكن يتصاب بالعدوى وينقل العدوى للعيبه المقيمه مع بعض، ودي لو حصلت هتبقى مشكله كبيره جدا. تمام. فطبعا الموضوع صعب وفيه مخاطره كبيره جدا وفيه مجازفه كتيره جدا بينا وبكل اللعيبه الموجوده، لكن في الاول والاخر هو القرار. احنا هننفذ قرار اكيد يا كابتن، اكيد هننفذ القرار اكيد. هننفذ القرار طبعا. تمام. طب حضرتك شايف المده اللي ممكن اللعيبه تحتاجها عشان ترجع تاني فورمه؟ بصوا طبعا احنا اتكلمنا في الموضوع ده في اجتماع اللي كان حصل في اتحاد الكوره مع المديرين الفنيين، واتكلمنا ان احنا محتاجين شهرين فتره زمنيه ان احنا نرجع فيها للتدريبات. لكن هم كانوا بيتكلموا في شهر، فوصلنا الامور ان هي ممكن تبقى شهر ونص، وفي الغالب هي هتبقى شهر ونص. ممكن الدوري يرجع على 15/8. المباريات اللي مش مؤجله، لكن المؤجل ممكن يبقى اسبوع قبلها. تمام. طب حضرتك انت شايف ان اللعيب المصري يقدر يلعب كل 3 ماتشات مباراه، رغم انه كان في فتره راحه طويله اكتر من 100 يوم؟ والله جبت صعب جدا، خاصة ان انت بتتكلم النهارده في 4 شهور راحة سلبية او صحيح. اكتر من 4 شهور. صحيح يا كابتن. فالامور صعبة جدا، وبعدين انت مش بتستعد للموسم ده بس، لا انت بتستعد ل 17 مباراة في الموسم ده والموسم الجديد، لان انت هتلحم الموسمين مع بعض. فهي السؤال بس، ما دام احنا النهارده عايزين نرجع النشاط بالتدريبات. وبالنسبه للمباريات، طب ايه المشكله لما ناخر اسبوعين كمان ونبدا في 9 في نص 9 ونبدا موسم جديد بشكل جديد من غير ضغط مباريات، نبدا موسم محترم بشكل محترم يليق جت الفرصه للجنه الخماسيه ان هي تبدا الدوري كويس جدا بعد التاجيلات واصابه التاجيلات واللي حصل من كعبله في الموسم اللي فات وضغط في الموسم اللي فات. فجات لك الفرصه انك تبدا موسم مرتاح جدا وموسم كويس جدا وما فيهوش ضغوط. النهارده انت هتضطر غصب عنك ان تاجل مباريات للاهلي والزمالك وبيراميدز طبيعي عشان افريقيا. طب هتجيب الوقت ده كله منين؟ طبيعي يا كابتن. فكانت قدامنا، بس هي طبعا احنا كده ملتزمين بالقرار، وهنرجع للدوري وهنرجع للتدريبات ان شاء الله. يا فندم ان شاء الله هل يقدر طنطا ان شاء الله يعني يبعد عن المنطقه اللي هو فيها دلوقتي، وان شاء الله نشوفه مكان متقدم باذن الله؟ والله احنا بص على حاجه، احنا خلينا منصفين، احنا قدمنا مباريات كويسه جدا، ولو التوفيق كان معانا في مباريات كتير كان مكاننا النهارده في المركز من السادس او السابع، لان احنا قدمنا مباريات كويسه جدا والتوفيق فيها ما كانش حالفنا. لكن ان شاء الله نحاول ان شاء الله نتدارك الاخطاء اللي كنا فيها الفتره اللي جايه، وان شاء الله التوفيق يبقى حالفنا الفتره الجايه ونحط نفسنا في مكان قريب باذن الله. شكرا يا فندم لحضرتك ولوقتك، وان شاء الله اتمنى لك التوفيق في الفتره الجايه ان شاء الله. كابتن المزين، شكرا يا فندم. شكرا. اعزائي المشاهدين، واحنا بنتكلم برضو عن موضوع عوده الدوري. احنا شايفين كل يعني